أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس مفتشا عاما جديدا للقوات المسلحة الملكية بحسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية، وذلك في سياق توترات إقليمية. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو سيد عبد الرحمن مكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. وأرحب أيضا بضيفي مشاهدينا الكرام من فانكوفر الكندية سيد هشام معتضد الباحث في العلاقات الدولية. سيد هشام معتضد، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة. شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم، كل ترحيب. وسؤال: لماذا أولا وحتى نفهم الدلالة الفريق محمد بريد مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية خلافا للفريق أول بالخير الفاروق، كيف تقرأان هذا التعيين الذي طال ثاني أعلى منصب في الجيش؟ أطرح عليك السؤال أولا سيد عبد الرحمن مكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا من جديد. أولا شكرا على الاستضافة أخي حكيم. أعتقد أن تعيين الفريق محمد بريد يدخل في إطار الاستمرارية للسياسة الدفاعية التي يسطرها جلالة الملك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية رئيس الأركان الحرب العامة. فسي محمد ربيد هو مفتش عام وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، خلف الفريق بالخير الفاروق لأسباب صحية، والذي تم توشيحه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نظرا لخدماته الجليلة في صفوف القوات المسلحة الملكية. فبنية القرار الاستراتيجي والسياسي في المغرب يتخذها جلالة الملك دستوريا بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان الحرب العامة. فهذا التغيير على مستوى القيادة يأتي في إطار الاستمرارية الاستراتيجية التي سطرها جلالة الملك منذ وصوله إلى العرش سنة 1999. طيب، ضيفي من فانكوفر سيد هشام معتضد الباحث في العلاقات الدولية، التعيين جاء يوم العيد، كيف تقرأ أنت هذا القرار؟ وهل في الأمر ما كان يستوجب ربما التعجيل به؟ شكرا على الاستضافة. أظن أن التعجيل لإعلان التعيين على الأقل لإعلان التعيين هو طبيعي، حيث جاء بعد أنا أعتبره تغيير طبيعي، لأنه جاء بعد وعكة صحية تعرض لها الفريق بالخير الفاروق، ولا يجب تضخيم الأمور وإعطاؤها دلالات سياسية، لأنه هو تغيير طبيعي جاء بعد وعكة صحية الذي ألمت بالخير الفاروق، وهو تغيير طبيعي روتيني لضمان استمرارية مرافق الهيئات العسكرية في المغرب. لذلك أظن أنه لا يجب إعطاؤه أبعاد سياسية ضخمة، فهو يندرج في إطار تغيير روتيني، لأن هناك وعكة صحية ألمت بالجنرال بالخير الفاروق. سيد عبد الرحمن مكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي، هذا الإعلان تزامن مع موصفة بأنها هجمات أيضا في منطقة المحبس لقوات تابعة أو عناصر تابعة لجبهة البوليساريو. لهذا السبب أسأل ربما عن رمزية الإعلان أو التسريع بالإعلان عن هذا الأمر يوم عيد في المملكة. هذا صحيح. منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية يعني منصب حساس استراتيجي بالنسبة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية رئيس الأركان الحرب العامة، فلا يمكن ترك منصب حساس استراتيجي فارغ. لهذا صار جلالة الملك بصفته الدستورية إلى الإسراع في ملء هذا الفراغ بضابط من أهم الكفاءات العسكرية المغربية،
والذي هو ملم كذلك لأنه كان نائب بالخير الفاروق في المنطقة الجنوبية، وله دراية واختصاص في سلاح المدرعات. ولهذا أشيع إلى أن في هذه يوم العيد كانت هناك محاولات هجومية لعناصر الانفصالية على مستوى المحبس، ولكن لم تؤكد رسميا هذه المعلومات. ولكن المنصب حساس استراتيجي ينبغي ملئه، خاصة أن الفاروق بالخير كان يلعب دورا مهما إلى جانب صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتوجيهاته وأوامره في هذه المنطقة تحديدا. لعب أيضا دور كما أيضا الفريق محمد بريد في هذه المنطقة المتنازع عليه، وسنعود إلى ذلك خلال لحظات. ولكن أعود إليك من فانكوفر سيد هشام، معتضد البحث في العلاقات الدولية، بالنظر لهذه التطورات الميدانية من حين لآخر، وأكثر من ذلك للرهانات بالنسبة للمغرب اليوم والشراكات أيضا الدولية من الناحية الاستراتيجية والعملياتية. هل يمكن أن نرى في هذا التعيين مؤشر على التغيير ربما في المؤسسة العسكرية، أم أنه وفق وجهة نظرك يجسد لا أكثر ولا أقل الاستمرارية لنفس الاستراتيجية كما كان يتحدث ضيفي منذ لحظات؟ أظن بأن التغيير يجسد الاستمرارية، لأن الاستراتيجية هي مرتبطة بالمؤسسات، والمؤسسة العسكرية في المغرب لها سياسة واستراتيجية خاصة بها، والأشخاص هنا يأتون لتنفيذ ولضمان استمرارية هذه الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة العسكرية بكامل هياكلها، والتي يرأسها القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية العاهل المغربي. أظن بأن تغيير الشخص لن يؤثر بشكل مباشر على الاستراتيجية التي تعتمدها القوات المسلحة الملكية، بقدر ما سيسهر على ضمان استمرارية مهمة الجيش المغربي والاستراتيجية التي وضعتها القوات المسلحة الملكية للسهر على الدفاع على التراب المغربي. دكتور مكاوي، تحدثني أيضا عن استمرارية، ولكن ثمة عوامل جديدة تفرض نفسها، سواء كانت التوترات الإقليمية أو حتى الشراكات الجديدة للمغرب على المستوى العسكري أيضا، لا أتحدث فقط عن السياسي، مع المغرب، بين المغرب وإسرائيل، بين المغرب والولايات المتحدة. هل فعلا ستكون هناك استمرارية لهذه الاستراتيجية، أم أنه سيتم تحيينها بالنظر لهذه المعطيات الجديدة في المشهد؟ نعم، لا تغيير في العقيدة، لا تغيير في الاستراتيجية، ولا تغيير في التكتيك، لأن القائد الأعلى هو الذي يسطر هذا. أما فيما يخص التحالفات، فالمغرب حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وله شركاء وشراكات متعددة مع دول أخرى كفرنسا وإسبانيا والصين وروسيا. ولهذا في المغرب لا يوجد كما قال جلالة الملك تحت وصاية أحد وليس بمحمية أحد، ولهذا فقراراته قرارات مستقلة سيادية، وتحالفاته كذلك تنبع من استقلال في القرار السياسي الاستراتيجي للملك. طيب، أعود لموافقة ربما الولايات المتحدة قبل أيام على عقد لبيع راجمات صواريخ من طراز هايمارس للمغرب. في نفس الوقت كنا تابعنا الجزائر التي ضاعفت ميزانية وزارة دفاعها إلى أكثر من 22 مليار دولار. حتى وكالة الأنباء الفرنسية حين نقلت الخبر تحدثت عن سياق توترات إقليمية. هنا أنا أود أن أسأل، أعود إليك من فانكوفر سيد هشام، معتضد البحث في العلاقات الدولية. هل دخلت المنطقة في سباق تسلح وفي سباق إعادة ترتيب الأوراق والصفوف أيضا؟ أظن بأن سباق التسلح كان دائما حاضر منذ سنوات في المنطقة. الآن ما تغير هو نوعية السلاح الذي يتم التسابق عليه، لأن التوازنات الاستراتيجية والتحولات الجيوستراتيجية في المنطقة باتت تتصارع، وخاصة أن هناك تحركات القوى العظمى على المستوى الدولي تؤثر أيضا على التحولات في المنطقة. أظن بأن التسابق على التسلح في المنطقة هذا كان رهين
كان دائما مرتبط عبر سنوات بالتحولات التي تؤثر على المنطقة. الآن ما يتم التركيز عليه من طرف المغرب أو الجزائر على نوعية السلاح التي سيشكل الفارق فوق الميدان. ولكن لك الحق في طرح هذا السؤال، هناك تسابق وتسارع في امتلاك أسلحة نوعية تضمن خلق الفارق على الميدان. والصفقة في قيمتها الإجمالية المحتملة تفوق 800 مليون دولار تحديدا. سيد عبد الرحمن مكاوي، عتاد وأسلحة للمغرب. بدأت أن أسألك، هل نحن أمام سباق تسلح غير مسبوق في المنطقة سيد مكاوي؟ يعني جميع الدول تتسلح يعني لحماية أمنها القومي، فالمغرب يتسلح ولكن يتسلح بأسلحة نوعية، يعني سواء من الولايات المتحدة أو من الصين أو من إسرائيل أو من روسيا. ولهذا فالسلاح يقتنى ويشترى لحماية الحدود الوطنية، ليس للهجوم على أحد. وقد أكدها الملك عدة مرات في مناسبات متعددة أن لن يأتي الشر للجزائر انطلاقا من المغرب. فالمغرب والعاهل المغربي يحرص حرصا تاما على ضمان استقرار المنطقة، رغم أن المنطقة ملتهبة وتعرف تحديات وتهديدات وكذلك مخاطر. ما يحصل في السودان له ارتدادات في سوريا، في تونس، في ليبيا، في المغرب، في الجزائر، في الصحراء الكبرى. ولهذا فالمغرب يتعرض لتهديدات ومن الناحية العملية الأسلحة الجديدة هل تغير شيئا في الاستراتيجية العسكرية المغربية بهذه التعيين الذي طال ثاني أعلى منصب في الجيش من وجهة نظرك؟ الناحية الميدانية العسكرية العملياتية. اللواء محمد ربيد يعني من الكفاءات العسكرية المهمة، لأنه هو يعني كان يشرف على ترتيب تحركات الجيوش بقطاعاتها الثلاثة، البرية والبحرية، كان ينسق فيما بينها فيما بينها ويخطط للمناورات مع الأمريكيين ومع دول البريطانيين والفرنسيين والإسبان. فله دراية مهمة، وكان النائب الثاني للفاروق بالخير في المنطقة العسكرية الجنوبية. ولهذا فالسلاح الجديد والنوعية والكفاءة، الآن المغرب سوف يقتني كذلك صواريخ باتريوت المتقدمة والمتطورة، والتي المضادة لصواريخ S-300 التي موجودة عند الجارة الجزائر. فالمغرب يتسلح للدفاع عن حدوده وعن أمنه القومي، وكذلك هو يتسلح للدفاع عن نفسه وعن بقائه كدولة مستقرة تعمل للتنمية وتعمل لصالح المغرب العربي الكبير. هذا ما يقودني للحديث تحديدا عن الصحراء الغربية، عن نزاع الصحراء الغربية. ودن أسألك من فانكوفر سيد هشام معتضد، الفريق محمد بريد عين مفتشا عاما للقوات المسلحة، وهو قائدا أيضا المنطقة الجنوبية التي تشمل الصحراء الغربية. يقدم على أنه قاد وحدات عسكرية في المعارك، ولكن تصححني نعم. أيضا ضيفي في الاستوديو أنت أيضا، ضد جبهة البوليساريو والتي كانت استمرت إلى حين توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في عام 91 تحت إشراف الأمم المتحدة. كان أيضا يقدم على أنه كان من بين المساهمين في بناء الجدار الأمني العازل. وهنا أود أن أسأل عن الإشارة التي يدلي بها هذا التعيين، وما أثره على النزاع تحديدا من الناحية العملياتية الميدانية حول الصحراء الغربية. سيد هشام معتضد. أظن بأن هنا فيما يخص النزاع المتعلق بالصحراء يجب أن يقسم على أن يكون هناك الفرق ما بين ما هو سياسي وما هو عسكري. فيما يخص العملياتي، صحيح أن الهيئات العسكرية المغربية أو القوات المسلحة الملكية لها استراتيجية خاصة بها فيما يخص تدبير هذا النزاع من الناحية العملياتية، وهو ما سيسهر عليه المفتش العام الجديد للقوات المسلحة المسلحات الملكية. لن يكون هناك تغيير أظن على المستوى العملياتي، لأن المغرب ما يقوم به هو الدفاع عن حدوده والدفاع عن ترابه الوطني.
الآن فيما يخص التعامل سياسيا فهو بعيد كل البعد عن المؤسسات العسكرية، لأن المفاوضات وكل ما يتعلق بالتدبير السياسي للنزاع فهو متروك للأشخاص الذين يتحملون أو يتصرفون من طيب، منطلق سياسي. بطبيعة الحال، ولعلنا نأتي على هذا المحور خلال لحظات. أود أن أطرح عليك السؤال بشكل واضح وصريح دكتور مكاوي. هل من الوارد أن يتجه المغرب بهذا التعيين الجديد نحو تصعيد ربما لا في منطقة أعتقد في الصحراء الغربية، في منطقة الجرجرات على سبيل لا المثال، في المناطق أعتقد الأخرى حيث قيل أنه تم يوم العيد حدث هذا الهجوم من قبل عناصر نعم. البوليساريو؟ هل تتوقع أن يكون هناك تصعيد ما، خاصة أن الرجل الذي تم تعيينه في هذا المنصب يعرف جدا هذه المنطقة، يعرف خبيرها، ووضع جزءا من استراتيجياتها. 43 سنة من الخدمة في الصحراء المغربية، وأؤكد على الصحراء المغربية خلافا لما تقول. ولكن أنا لست أنا من يقول، وأحترم رأيك، هذه الأمم المتحدة التي يعني له تجربة 43 تمام. سنة، يعني وخاصة في قطاع المدرعات، وقد شارك كذلك في بناء يعني جيل من الشباب من ضباط الصف المغاربة بالتعاون مع الحلف الأطلسي وسويسرا وكندا، يعني فيما يخص التكوين المهني على الدبابات. والآن يعني هناك تخصص في دبابات أبراهامس الأمريكية المتطورة. هل ينبئ هذا بأنه ثمة شيء ما يحضر على برا عسكريا في المنطقة المتنازع عليها؟ لا أعتقد ذلك. فهذا التعيين الذي قام به جلالة الملك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية رئيس الحرب العامة جاء بناء على عجز المفتش العام السابق قائد المنطقة العسكرية الذي بلغ 75 سنة ومرضه، وقدم بالمناسبة خدمات للجيش الملكي في منطقته الجنوبية وكمفتش عام. ولهذا هي ظرف عجز المفتش العام السابق، وارتأى صاحب الجلالة أن يختار من الكفاءات الكثيرة من الجيش الملكي اللواء محمد ربيط. طيب، تستبعد أي تغيير على الأرض في الصحراء الغربية، والمعضلة الأساسية ولعل البارزة في المنطقة هي يبقى هذا النزاع على الصحراء الغربية. وكنت قد تطرقت إلى الأمر منذ لحظات سيد هشام معتضد حول هذا المسار السياسي ومسار التسوية السياسية. هنا أود أن أستطلع رأيك أيضا، لأنه حل هذا الإشكال سيحل الكثير من إشكالات المنطقة برمتها. هل يعول فعلا هذا اليوم على جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا للتوصل إلى تسوية متوافق عليها؟ كان أعلن في نيويورك في أذار مارس أنه دعا كل الأطراف المعنية ومجموعة أصدقاء الصحراء الغربية لإجراء سلسلة من الاجتماعات الثنائية غير رسمية. تابعنا أيضا أن الأمم المتحدة لأول مرة تمكنت منذ عامين من إرسال قافلة تموين برية إلى موقعين تابعين لبعثتها في الصحراء الغربية المينورسو. كيف ترقب أنت هذا المسار؟ وهل ينبئ باختراق أم أنه متعطل من وجهة نظرك في هذه المرحلة، وأنه لا يحدث أي اختراق مع دي ميستورا؟ أظن بأن دي ميستورا يواجه صعوبات فيما يخص تحريك هذه المفاوضات، لأن نلاحظ أن هناك تنصل للمسؤولية من الطرف الجزائري، وهناك تقديم مغالطات ومناوشات من طرف بمعنى أن الجزائر تقول ما تشير إليه أنها ليست طرفا أساسيا في هذا النزاع، وأن النزاع هو بين البوليساريو والمغرب. هذا ما تقصده؟ ولكن كل الفاعلين السياسيين على المستوى الدولي يطالبون من الجزائر أن تتحمل دورها المسؤول كاملا فيما يخص هذا النزاع بكونها الطرف مباشر في هذا النزاع. هل وفق في ذلك دي ميستورا؟ هل وفق في مساعيه لدى الجميع، حتى لا أقول فقط الجزائر؟ يسعى إلى تقريب وجهات النظر، وإلى حد الساعة لم ينجح
إلى في تحقيق هذه النتيجة. أظن أنه أضاع الكثير من الوقت لفهم ثقافة النزاع ومواجهة العراقيل، وأنه يسعى فقط إلى تدبير المرحلة وليست له رؤية شاملة أو واضحة فيما يخص حل النزاع. أظن أنه يكتفي بتشخيص ظرفي، بتقديم إحاطات لما يتعلق بالمرحلة، ولكن لم ينجح في تقديم رؤية كاملة شاملة لحل النزاع، ولم ينجح في إقناع الجزائر على تحمل دورها كاملا فيما يخص هذا النزاع. إضافة لما قاله الزميل من فانكوفر، يعني دي ميستورا يحاول خطوات بسيطة محتشمة، ولكن أكد في إحاطته داخل مجلس الأمن الأخير على أن الجزائر هي طرف أساسي في النزاع، وأن الخطوات التي قام بها يعني يحاول أن يوسعها إلى خطوات أخرى بفتح قنوات مرور بين المخيمات. هل لديه الوقت الآن يتحدث عن اجتماعات ثنائية غير رسمية؟ يعني متى تم تعيينه؟ تم تعيينه في أكتوبر 2021 مر الكثير من الوقت دون حدوث اختراق. ولكن الجزائر تضع حجر في حذاء دي ميستورا، فالجزائر لا تريد. لما لا يتم التفاوض مع الأطراف التي تقبل التفاوض الآن؟ هي جبهة البوليساريو، ربما موريتانيا، المغرب بشكل مباشر. أنت تعلم أخي حكيم أن البوليساريو هي ميليشيا ليس لها لا قرار الحرب ولا قرار السلم في الجزائر. هي التي تدير هذه الميليشيا، هي التي تسلحها، هي التي تمولها، وكم مرة كررنا هذا الموضوع في هذا المنبر معك بالخصوص. الجزائر هي الفاعل الأساسي، وهي توظف نزاع الصحراء لخدمة قضاياها الداخلية. فنظام الحكم حتى لا نبقى حديثنا عن الجزائر فقط. البوليساريو تقول أنها تدافع عن الصحراويين في هذه المنطقة، أنها منطقة متنازع عليها، وتدعو إلى التقرير الإسباني، المصير والاستفتاء على الاستخبارات الإسباني يقول بأن عدد الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتجاوز 9000 صحراوي. الواقع الديمغرافي تغير كثيرا في هذه المنطقة، ولكن أغلبية منهم من رقيبات الشرق، أي سكان ولاية تندوف، وكذلك من مالي ومن دول الساحل، النيجر والتشاد والسودان. ما أنك تشير لأن الخلاف الأساسي هو بين المغرب والجزائر، أود أن أختم بهذا السؤال حتى لا تنجر الأمور إلى ما لا تتحمله المنطقة. وأود أن أختم باختصار شديد معك سيد هشام معتضد قبل أن أختم مع السيد عبد الرحمن مكاوي. هل يمكن اليوم تدارك الأمر بين المغرب والجزائر من خلال وساطات دولية وربما إقليمية جادة، أم أن العلاقات وصلت إلى نقطة اللاعودة كما قال الرئيس الجزائري قبل أسابيع أو أشهر؟ باختصار شديد لو سمحت. وأظن أن القيادة في المغرب دائما تنهجت سياسة اليد المفتوحة، وهي تسعى دائما إلى إيجاد حل سياسي متفق عليه في إطار المقترح المغربي. وأظن بأن المسؤولية الآن وساطة دولية هل يمكن أن تحل هذا الإشكال أو حتى إقليمية بين المغرب والجزائر وتتدارك هذا الأمر؟ أن هذه القضية أظن بأن للجزائر أن تلعب دورها كاملة، وأن تتحمل المسؤولية السياسية والتاريخية والجغرافية فيما يخص تدبير لهذا النزاع. والجزائر تقول نفس الشيء بالنسبة للمغرب كما جاء في الوساطة لرأب الصدع بين الجارين، بين الشقيقين، بين البلدين. كل الوساطات العربية والإسلامية والأوروبية فشلت. لم نشهد المغرب معلنة، لا، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، حتى في عهد الرئيس بن علي حاول. لا نتحدث عن الآن، عن هذه الفترة الآن حيث قطعت العلاقات، هذه المرحلة الحساسة. هذه المرحلة الحساسة حاولت عدة دول تريد السلام للمنطقة وتريد لكنها لم تفلح الأمن، لأن العملية هي أن النزاع الصحراء يوظف داخليا للبقاء في الحكم بالنسبة للنظام العسكراتي الجزائري، وكذلك هي النخلة التي تخفي المشكل الأساسي وهو الصحراء الشرقية الذي لم يحل بعد بين المغرب والجزائر وفرنسا. هذه فيه الجزائر. وكل الشكر نفيا قاطعا، وكل الشكر جزيلا
جزيل لكم سيد عبد الرحمن مكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. كل الشكر جزيل لك من فانكوفر سيد هشام معتضد الباحث في العلاقات الدولية. وسنعود لنخصص حلقة أخرى في المستقبل القريب جدا حول المغرب والجزائر وهذا الخلاف في سبيل أن يكون هناك فرصة للتوصل لرأب الصدع بين البلدين الجارين الشقيقين. كل الشكر جزيل لكما سيد عبد الرحمن مكاوي وضيفي سيد هشام معتضد من فانكوفر. كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.